بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن قصة الهاكر الجزائري الشهير حمزة بن دلاش، اللي رجع تاني لبلد الجزائر بعد ما قضى سنوات في السجن في أمريكا. الخبر ده انتشر بعد سرعة على مواقع التواصل الاجتماعي من يوم الخميس اللي فات، لما نشر حمزة صورته على حسابه وهو في الطيارة وحاطط علم الجزائر، ومن بعدها بقى واحد من أكتر الأسماء بحثا على الإنترنت. اللي ما يعرفوش، حمزة هو واحد من أخطر 10 هاكرز في العالم وفقا لمنظومة الانتربول. كان ملقب بالهاكر المبتسم، حتى لما اتمسك كان بيضحك. حمزة اتولد سنة 1988 في ولاية تيزي ووزو بالجزائر، وتخرج من جامعة باب الزوار للعلوم والتكنولوجيا سنة 2008 وهو في العشرينات من عمره. حصل على شهادة مهندس في الإعلام الآلي، وده ساعده يبقى عبقري في البرمجيات والقرصنة. بين 2009 و2011 حمزة شارك في تطوير برنامج الفاي اللي كان بيسمح باختراق اجهزه الكمبيوتر وسرقه البيانات الشخصيه والماليه، زي كلمات السر وارقام البطاقات المصرفيه والبرامج. ده تسبب في خسائر ماليه ضخمه لمؤسسات امريكيه، والشرطه القت القبض عليه سنه 2013 في تايلاندا، وتم ترحيله للولايات المتحده. وهناك اعترف بقرصنته وانظمه بنوك امريكيه، وكان بيكسب من كل عمليه ما بين 10 الى 20 مليون دولار. اجمالي المبالغ اللي قدرت السلطات تتعقبها كانت حوالي من 3 ل 4 مليار دولار. وبعد ما قضى فترة عقوبته في السجن رجع الجزائر من حوالي 20 يوم، وده بعد ما استنفد فترة السجن. المصادر المقربة من عيلته أكدت إنه دخل الجزائر من الحدود البرية بدون تفاصيل عن كيفية تأمين رجوعه، وكان مفترض إنه يتم الإفراج عنه في يوليو اللي فات، بس تم تأجيل الإفراج لأسباب مش معروفة. وفي إشاعات بتقول إن التأخير كان بسبب التخوف إنه يقوم بهجمات على أنظمة السيبرانية الإسرائيلية في ظل العدوان الحالي، خصوصا انه كان بيدعم المقاومه الفلسطينيه ماديا ولوجستيا. وكان في معلومات مثيره للاهتمام، شبكه كنال الفرنسيه ناويه تعمل فيلم وثائقي عن حياه حمزه بن دلاش، وده هيكشف اكتر عن قصه حياته الغامضه والمثيره. ده كان ملخص رحله الهاكر المبتسم من قمه الشهره في عالم القرصنه لحد ما رجع بلده بعد سنوات في السجن.